فاول حاجه اول خطوه تختار المفتاح المناسب لميزانيتك وكمان احتياجك او الجهاز اللي معاك. تاني خطوه معانا تشوف الحساب او انت حابب تأمن ايه، ودي الحاجات المدعومه من قبل الشركه بيوضحها لك كلها. شايفين حسابات كتيره جدا وكمان بيوضح لك الطريقه لكل حساب. فمثلا هنا جوجل هتجد فيه فيديو توضيح لجوجل، تجد مثلا فيسبوك فيديو توضيحي لفيسبوك، وهكذا. ندخل على الخطوة اللي وراها، هتجد مثلا أغلب مفتاح الأمان بيكون في خطوة التحقق بخطوتين. يعني أنت بتدخل على الإعدادات وبعد كده السكيورتي والتحقق بخطوتين اللي بتضع فيها مفتاح الأمان، سواء مثلا في جوجل أو مثلا في صفحتك بالفيسبوك. ده مثلا هنا الطريقة في صفحة الفيسبوك، لأن أغلبنا فيسبوك، الناس مش بتهتم باليوتيوب للدرجة. أول خطوة إنك تسجل الدخول، تاني خطوة تدخل في الإعدادات، تالت خطوة تدخل في باسورد اند سيكوريتي، بعد كده تدخل في التحقق بخطوتين. هندخل الكود اللي وصل للايميل، بعد كده تضغط سيكوريتي كي او مفتاح الامان. هتضع حاليا مفتاح الامان في الكمبيوتر، سواء مفتاح الامان مثلا تايب سي او اس بي العادي او ايا كان، بتضعه في الجهاز الخاص بيك. يعني مثلا هنا في الفيديو تايب سي وضعته، بيطلب منك تدخل الباسورد، لان انت طبعا اول مره بتدخل باسورد لمفتاح الامان. يعني انت مثلا دخلت مفتاح الامان، لا ما بيكتفيش بكده، في باسورد كمان لمفتاح الامان، فلازم تكون فاكره. تضغط نيكست، بعد كده هيطلب منك انك تضع صباعك على مفتاح الامان عشان يتاكد انك بشري. يعني انت مثلا يعني افرض نسيت مفتاح الامان في الكمبيوتر وجهازك اتهكر، او مثلا ايا كان هيحصل له ايه، لا هو لازم في لمسه بشريه عشان يتاكد انك انسان. يعني انت مش وضع مفتاح الامان وخلاص ممكن يتهكر الجهاز كله فهو مفتاح الامان محطوط فخلاص هيسرق، لا لازم يكون في لمسه بشريه تلمس مفتاح الامان. طبعا في مفتاح امان بيكون متاح فيه بصمه، يعني مش مجرد لمسه، بس بيكون اغلى شويه برضو موجود. مثلا كده انت خلاص حطيت مفتاح الامان في الفيسبوك، وانا حاليا هوضح مثلا عن طريق حسابي كيفيه تامين مثلا حساب الفيسبوك او حسابك في جوجل اللي هو مثلا قناتك في اليوتيوب.